لو عندك سفر قريب أو بتجهز عقد عمل، اوعى تسيب جواز السفر لآخر لحظة، لأن ورقة ناقصة أو رقم غلط ممكن يوقفك ويعطلك السفر كله. المهم تختار الجواز العادي ولا الجواز المستعجل؟ الإجابة على حسب ميعاد سفرك. العادي مناسب لو عندك وقت وتكلفته أقل، أما المستعجل فده للحالات القريبة في السفر، سواء السلام خلال يومين أو حتى في نفس اليوم حسب المتاح. اللي لازم تجهزه من دلوقتي: بطاقة رقم قومي وتكون سريع، صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، موقف التجنيد للذكور طبعا، والمؤهل الدراسي لو مش مكتوب في بطاقتك الشخصية، وكمان قسيمة الجواز لو عاوز تثبت اسم الزوج أو الزوجة في الجواز. وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات ميلاد مميكنة. خلاصة الأمر: راجع بياناتك كويس قبل التقديم على الجواز، وما تدفعش مستعجل إلا لو محتاجه فعلا، واحتفظ بإيصال السداد، وشير الفيديو لأي حد مسافر قريب قبل ما يتعطل بسبب غلطة بسيطة.